اعتقلت السلطات الفرنسية بمدينة ليون أمس الخميس المؤثرة الجزائرية صوفيا بلمان بسبب نشرها فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تحرض من خلالها على الكراهية والعنف ضد المعارضين الجزائريين المقيمين بفرنسا. وكشفت صحيفة أكتي ليون أن الشرطة الفرنسية داهمت منزل التيك توكر الجزائرية مباشرة بعد ظهورها في بث مباشر توجه عبره تهديدات لمعارضين جزائريين مقيمين في فرنسا وتنهال عليهم بعبارات نابية. وأفاد المدعي العام في ليون تيري داران أن صوفيا بلمان ستتابع بتهم خطيرة تتعلق بالتحريض على الإرهاب، القتل، الكراهية ومعاداة السامية، وذلك بعد الحملة الأمنية التي شنتها السلطات الفرنسية ضد عدد من المؤثرين الجزائريين الذين يهددون المعارضين لنظام العسكر في الأراضي الفرنسية. وسبق للتيك توكر الجزائرية صوفيا بلمان أن أدينت بتهمة انتحال صفة والدها للتحايل على صندوق المساعدات الاجتماعية، الأمر الذي من شأنه أن يضعها في موقف قانوني صعب.